هيكون معانا برطمان ازاز، وهيكون معانا العصيان بتاعه الشيش طاووق، ودول ال4 دوائر اللي عملناهم. هنسيب 2 زي ما هما، وال2 التانيين هنقص فيهم دايره قطرها اكبر من قطر الفتحه بتاعه البرطمان بنص سنتي تقريبا. هنلزق الدايرتين المقفولين ببعض، وكمان هنلزق الدايرتين المفتوحين من النص مع بعض. غلف الدوائر دي بالخيش. هنعمل نفس الخطوات على الدايره المفتوحه من النص بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي قدامنا. هنلزق الدايره المقفوله تحت البرطمان، الدايره الثانيه في الجزء اللي فوق ده. ودلوقتي هنجيب قطعتين كرتونه في الكرتونه، وهنلزق الطرفين في بعض. دلوقتي هنجيب اي خيط متوافر عندنا هنلفه على الكرتونه بالشكل ده. نكرر نفس الخطوات في قطعه الكرتون الثانيه، بس القطعه الثانيه انا عملتها بخيط الخيش. هنثبت العصيان بالشكل اللي هنشوفه قدامنا ده، ونحاول على قد ما نقدر تكون المسافات ما بينهم متساويه. ودلوقتي هنلزق القاعده والجزء اللي فوق للفانوس. واللي قدامنا دي كانت توكه قديمه عندي، حبيت ان انا احطها ايدي الفانوس، وهنلزقها بالشكل ده وهنثبتها في البرطمان من فوق. وده بيكون شكل الفانوس بعد ما خلصناه.